السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أهلا بحبايبي المحترمين في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وصحة وسلام وراحة بال وجبر خاطر. قبل ما نبدأ الفيديو سمي الله وصلي على رسول الله، حطي لايك وفعلي الجرس فضلا منك وليس أمرا عشان غيرك يوصلوا الفيديو. طبعا أنا بشكر كل حبايبي اللي دخلوا لي جديد، ويا رب أكون عند حسن ظنكم اللهم آمين. وبشكر برضو حبايبي اللي معايا على كومنتاتكم وكلامكم الجميل ليا ودعمكم يعني فعلا ليا. انا بشكركم فعلا. ربنا يبارك لكم يا رب ويكبر بخاطركم زي ما بتكبروا بخاطري كده، وان شاء الله نكمل بعض باذن الله. تعالوا بقى، انا جاي لكم النهارده بروتين جميل قوي قوي، ويا رب على وعسى تستفادوا مني باي معلومه ولا باي حاجه، يعني باي مثلا افيدكم باي حاجه في الفيديو. بصوا يا بنات، انا النهارده ديت جزامه، فانا قررت ان انا ادهنها بنفسي عشان طبعا انتوا عارفين مثلا يعني الظروف اللي احنا فيها والغلا اللي احنا فيه، طبعا ما كانش ينفع ان انا اوديها مثلا عند نجار ولا في اي حته ان هي تدهن، فانا قررت بنفسي ان انا ادهنها. وزي ما انتوا شايفين كده طلعت الشكل بتاعها عامل ازاي. انا كان نفسي ان انا ادهنها ابيض يا بنات، عشان انا بحطها في الصاله مع الانتريه. فهي صراحه بيني وبينكم اول ما دهنتها والله وحطيتها في الانتريه نطقته صراحه، ونطقت المكان كمان. فانا ما كانش ينفع ان انا اوديها زي ما قلت لكم عند نجار. ليه بقى؟ انا يا بنات لما كنت دهنه السرير قبل كده كنت دهنه ب 500، ده 500 بعد 800، يعني واحد قال لي 800 والتاني قال لي 500. فقلت لا، انا ادهنها على ايدي انا، وان شاء الله لما احب ان انا اعمل اي حاجه او ادهن اي حاجه هعملها انا بنفسي. عشان برضو الحاله غاليه، وغير كده برضو يعني الظروف ما تسمحش. فانا يعني ايه، انا قلت ان انا ادهنها واوفر برضك من ناحيه ان انا اوفر على نفسي، وبرضه ادهنها ايه في البيت وكده. بس والله كان شكلها جميل جدا زي ما انتم شفتوا كده، ان هي طلعت في الاخر عامله ازاي. بس يا بنات انا دهنتها يعني ايه، دهنتها اللون الاول ابيض اللي هو البويه العاديه، وبعد كده جبت لها بويه اللي هي اللاكيه. دي بتبقى ملمع بعد البويه، يعني بعد ما دهنتها بويه وكده لمعتها اللي هو اللاكيه الابيض برضو. كان لونها جميل جدا والله معايا، وان شاء الله اوريها لكم في فيديو تاني باذن الله، وهتشوفوها في الصاله عامله ازاي وشكلها عامل ازاي في الصاله. وبعد ما خلصت كده دي يعني كان من ضمن شغل كتير انا كنت بعمله في الشقه والله يا بنات. وبعد ما خلصتها قلت بقى اعمل معاكم اوضه الاطفال، عشان اللي ما شافهاش قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت يشوفها معايا المره دي. وبرده عايزه رايكم فيها يا بنات، بعد ما وسعتها وبعد ما غيرتها وكده عايزه رايكم فيها. وطبعا انتوا عارفين بقى الظروف وكده، فاحنا لازم نوفر على نفسنا ونعمل حاجه بنفسنا يا بنات. انت لو عايزه تديني حاجه عندك في البيت او خشب او اي حاجه عندك، تجيبي بلاستيك من العادي عادي، يعني تجيبي البويه من هي العاديه البلاستيك العادي وتدهني. هو كده كده اصلا هيبقى دهان معاكي، او بمعنى صح انت مثلا عايزه تغيري اللون بس مش اكتر، فاعملي كده او وفري على نفسك برضو. يعني انا ما كانش ينفع ان انا مثلا رايحه ادهنها ب 300 او ب 400، فحرام برضو ان انا ادهن يعني حاجه زي كده ب 300 او 400 برضو. فانا وفرت على نفسي صراحه، وكان باقي عندي بويه. انا كنت يعني بصوا عايزه اقول لكم ان البويه دي كانت مكان الحيطه والله، كنت دهنه كده بيها الحيطه عندي بتاعه الاوضه بتاعه النوم، فبقت شويه البويه دي معايا. فانا قررت ان انا ايه ادهن بيهم الجزامه. وعايزه اقول لكم كمان والله مش الجزامه بس، انا كنت دهنها بالبويه دي، كنت دهنه برضك البلكونه قبل كده بالبويه دي، الشيش بتاع البلكونه، ودهنه بها برضك البيبان. طبعا الظروف غاليه، والواحد برضو مش في حين ان هو مثلا يجيب بويه، يعني بويه غاليه ولا كده. فانا جبت البويه الرخيصه دي ودهنت بقى الحاجات دي والله يا بنات. وان شاء الله برضو يعني بفكر ان انا ادهن السراير بتاعت الاطفال ابيض، عشان تنطق لي المكان. ليه بقى؟ اللون الابيض يا بنات والله بينطق المكان خالص، وبيخلي يعني المكان معاكي فاتح كده، وبيدي كمان وسع للمكان، وبيخلي يعني منظر الحاجه شكلها شيك كده وجميل. فانا باذن الله يعني بفكر ان انا ادهن السراير بتاعت الاطفال برضو. عايزه اقول لكم السراير الاطفال يا بنات كانت لون الجزامه في الاساسا، يعني كانت لون اللي هو الاصفر، اللي هو البني الاصفر ده. وانا رحت برضو وديتها للنجار ودهنتها اللون البني اللي انتوا شايفينه ده. بس عايزه اقول لكم ان ولادي والله مجرحين السراير خالص. يعني عندي بنتي صغيره وابني عفوا يا بنات،
بنتي وابني مجرحين السرير خالص، فانا قررت ان انا ادهنهم صراحه. عشان ايه؟ من ناحيه برضك يدوني شكل حلو، ومن ناحيه تانية ان انا اغير اللون كمان، عشان اللون البني اللي الموجود ده حاليا متجرح خالص في الطبيعه، متجرح انتوا مش هتشوفوه عشان خاطر الكاميرا برضك مش جايبه عليه يعني قد كده. فانا باذن الله يعني ايه بفكر ان انا ادهن، يعني ادهن ابيض كده. فعايزه رايكم برضه في الكومنتات، ادهنهم ولا اسيبهم على اللون بتاعهم ده. هو انا كده كده هغيرهم، بس مش دلوقتي يا بنات، لما الظروف تسمح. لان انا كنت قايله لكم قبل كده، لو هترجعوا الفيديوهات القديمه اللي ما شافهاش يعني، كنت انا مقصراها قبل كده يا بنات. كنت السرير كان عندي طويل خالص فقصرته. ف يعني ايه قصر معايا قوي، يعني بدل ما اقصره المقاس اللي انا عايزاه بالظبط، لا قصر معايا شويه يعني جامد. فانا قررت ان انا مثلا ان انا يعني ايه اغيره كده. بس انا قلت شويه كده لما مثلا زي ما قلت لكم قبل كده، لما الظروف تسمعوا كده اغيرهم، بس مش دلوقتي خالص خالص. فطبعا ولادي بتكبر، فكل ما بيكبروا طبعا السعر بتبقى صغيره عليهم. فانا قلت شويه كده باذن الله برضه، يعني عشان هم لسه برضه يعني ما صغيرين وكده. فقلت لا شويه كده برضه ايه هغيرهم. ويا رب تستفادوا مني باي حاجه. لو حبيتوا تدهنوا خشبكم جيبوا والله اللي هي البويه العاديه دي وتدهنوا. يعني بصوا انتوا تعملوا حاجتكم بعد كده بنفسكم. ليه؟ لان الدنيا غاليه، ومش هينفع برضك ان انا اودي كل شويه مثلا عند النجار ولا كده. يعني في حاجات والله يا بنات انا مثلا يعني عايزه اعملها، وخليت جوزي والله يعني عملها لي على ايده. ان شاء الله اشوفها برضك باذن الله في الفيديو التاني باذن الله هوريها لكم برضو. يعني حاجات زي بنات يعني رفوف وحاجات من دي. والله خليت جوزي اللي يعملها لي. ليه بقى؟ لما رحت سالت عليها لقيتها غاليه خالص. لقيتها غاليه خالص بره، فما كانش في الامكان ان انا اجيبها. فقلت لا بعد كده لما عاوز حاجه او اعمل حاجه هعملها انا بنفسي. ما كنتش يعني ما كنتش ايه ان انا اجيبها من بره ولا اعملها يعني اعملها بره. فدي اللي انا بقول لكم فيه يا بنات، ان احنا مثلا على قد ما نقدر او على قد الامكان ان احنا نعمل حاجتنا بنفسنا. عشان حرام برضو الفلوس اللي بتدفع بره دي برضو، ومفيش حاجه رخيصه. يعني انت عشان تجيبي حاجه او تشتري حاجه او توضبي حاجه، مش بالسهل كده انك تعملي الحاجه دي. كل حاجه بقت بفلوس دلوقتي يا بنات. وربنا يكون في عوننا يا رب ويرزقنا جميعا باذن الله. حتى والله بصوا في برضو ترابيزه جديده جوزي كان جايبها لي، وكان لونها بني. يعني هي جايبها لي مستعمله، كانت مستعمله وكده، وكان اللون البني اللي هو الباهت خالص ده، ودهنتها برضو ابيض. عايزه اقول لكم والله ان هي نطقت خالص معايا برضو، شكلها جميل جدا. وعندي برضو كان جايب لي رف برضو جنب الشاشه بتاعت الاطفال، مستعمل برضو، شكله حلو قوي. يعني عارفه هم يعني زيه زي الجديد بالظبط. وان شاء الله برضك لسه ما دهنتوش، هدهنه ابيض برضو. يعني انا عايزه اقول لكم مش ان انا كل حاجه هدهنها ابيض، بس اللون الابيض بيدي شكل حلو للمكان، وكمان شكل حلو كمان للخشب او لاي حاجه انت بتحطيها مثلا ايه في مكانها. هو عندي الرف اللي انا بقول لكم عليه ده جوزي جايبه لونه اسود، بس برضك عشان المستعمل وكده فالسمار بتاعه باهت وكده. فقلت لا انا هفتحه باللون الابيض، بحيث ان اللون الابيض لما مثلا تحطيه تعلقيه على الحيطه وكده هينطق معاكي الحيطه يا بنات. فباذن الله هوريكم الحاجات دي كلها ان شاء الله في الفيديو الجاي، وهوريكم الرفوف وهوريكم الترابيزه اللي انا بقول لكم عليها. فعايزه اقول لكم والله ان اي حاجه يعني بتقضي الغرض بتاعها وبتبقى شكلها شيك برضك. يعني الا حاجه انت بتجيبيها او بتحطيها في البيت بيكون منظر سواء اوضه او في الشقه كلها، بتخلي مثلا يعني بتنطق المكان معاكي. وغير كده كمان مش بانك مثلا تجيبيها بالغلا او بالرخص، لا والله خالص. اهم حاجه برضو تكون شكلها عامل ازاي معاكي. يعني انت ممكن تجيبيها رخيصه او مستعمله وتدينيها انت او مثلا توضبيها وتكون شكلها جميل خالص في الشقه معاكي وتكون شكلها حلو معاكي. ودي فعلا انا والله اللي انا بعمله دلوقتي. يعني يعني عايزه اقول لكم ان اكتريت الحاجه والله يعني الترابيزه اللي انا بقول لكم عليها دي جايباها مستعمله وجميله جدا. انا هوريها لكم باذن الله، لان ما كانش فيه فرصه ان انا اوريها لكم، لانها كان جوزي جابها بعد ما خلص الفيديو. والرف باذن الله برضه هوريه لكم المره الجايه، وهوريكم انا ده يعني كان لونه ايه ودهنته ازاي. اما الترابيزه انا دهنتها بعد الفيديو صراحه، وهوريكم برضه شكلها عامله ازاي. وقال لي والله يا بنات يعني زي ما قلت لكم كده، يعني الناس تمشي على قدها في الظروف اللي احنا فيها دي، ومش عارفين كمان لسه الدنيا هتعمل معانا ايه. وكده يا بنات اكون خلصت معاكم كده يعني ايه الاوضه.
وزي ما انتم شايفين كده انا كنت انا حاطه مشايه صغيره خالص، يعني كنت حاطه سجاده زي غير دي كانت قصيره خالص، فانا قلت لا، قررت ان انا مثلا كنت انا عاينه دي، فقررت ان انا اطلعها عشان خاطر ايه، تبقى واخده معايا الاوضه كلها، تبقى كبيره في الاوضه، يعني مش ان انا ايه افضل احط حتت، لا قلت هحطها مره واحده في الاوضه وكده. وزي ما انتم شايفين كده والله بقى شكلها حلو ديت. بالنسبه لي يا بنات طرقه بتدخلني على البلكونه وعلى الباب برده بتاع الاوضه، وشكلها حلو خالص. الاول ما كنتش بعرف اعدي من الطرقه دي، لان كنت حاطه السرير بتاع اوضه النوم، فكان المكان ضيق عندي، فدي سبب ما انا غيرت الاوض وكده. فزي ما انتم شايفين كده الدنيا بقت واسعه معايا وجميله ازاي. وعايزه رايكم برضك في الكومنتات اللي انا بعمله، او مثلا الحاجات برضو اللي انا جايباها يا بنات وبقول لكم عليها دي. عايزه يعني رايكم، يعني كلامي صح ولا غلط. برضك انا ببص للظروف اللي احنا فيها برضو، وببص برضك لكل واحد على امكانياته ولظروفه برضو. فاحنا يعني الواحد بيمشي حسب ظروفه او امكانياته، مش اكتر والله ولا اقل. مش ان انا مثلا بحب اجيب مثلا حاجه المستعمله او لا، انا ببص ليه، يعني هي زيها زي الجديده، يعني انا ممكن اجيبها مستعمله مش هو المستعمل بفلوس برضك مش ببلاش، بس بيبقى قليل شويه عن الحاجات اللي هي الجديده. انت بقى يعني بطريقتك انت او بمعرفتك انت بترجعها جديده واحسن كمان والله. ودي فعلا اللي انا يعني الحاجات اللي انا بجيبها زي ما قلت لكم عليها. وجوزي برضك الرفين اللي انا قلت لكم اللي هو عاملهم لي وكده، والله عشان اروح اجيبهم، يعني غاليين صراحه، غاليين قوي، فهو عملهم على ايده. ف يعني كان شكلهم جميل برضك زي ما انا كنت عايزاهم وكده، وهوريهم لكم ان شاء الله المره الجايه. وكده اكون خلصت معاكم اوضه الاطفال، وباذن الله هيكون شكلها برضك المره الجايه يكون متغير خالص وهوريها لكم. وعايزه برضو رايكم في الكومنتات. وعايزين برضو كبنات بالنسبه للدعم، عايزين ندعم بعض برضو. حكايه مثلا ان احنا بندعم بعض ديت حلوه خالص والله. وربنا يا رب يوفقنا جميعا يا رب. وكده اكون خلصت معاكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واسيبكم في رعايه الله وحفظه.